انا عارف انك شاطر وبتعرف تقدم كذا خدمه، بس مشكلتك ان انت مش عارف انت بتاع ايه بالظبط. هنا بيجي دور العلم. اساتذتنا في التسويق علمونا حاجه اسمها BCG ماتريكس. اي حد بيقدم خدمات او منتجات بيتقسموا لاربع مراحل. هنفترض انك انت دكتور اسنان وبتقدم الاتي: تبييض اسنان، تنظيف اسنان، تقويم اسنان، علاجات اسنان تقليديه. يا ترى اتخصص في ايه؟ اتخصص في ايه؟ الBCG بيقسمهم كالاتي: الخدمه اللي عليها طلب كبير وبتعتبر رائده في السوق، ستارز، زي خدمه تبييض الاسنان. السوق ده بينمو بسرعه وعليه طلب كبير، عشان كده غالبيه استثمارك لازم تحطها في الحته دي، في خدمه الستارز. الخدمات اللي عليها طلب ثابت ودايما عندها ارباح مستقره، كاش كاو، زي تنظيف الاسنان الدوري. دي الخدمات اللي ممكن تعتمد عليها في تمويل باقي الخدمات الجديده، تديها تاني اولويه من اولويه الاستثمار. في خدمات جديده ولسه الناس مش عارفه هي عباره عن ايه، questions، زي تخصص تقويم الاسنان الرقمي مثلا. السوق ده هينمو بسرعه بس حصتك فيه لازم تكون صغيره وما تجازفش فيه قوي، لكن ما تنساش انك انت تبقى بتستثمر فيه وتحاول دايما تبقى بتطلعه ان هو يبقى ستار. وفي الخدمات اللي مش دايما عليها طلب زي العلاجات التقليديه وممكن يبقى بيروح لاي حد يبقى بيعملها له، دوجز. ودي بنصحك ان انت تبقى بتقلل الاستثمار فيها، لان كده كده ممكن اي حد يبقى بيعملها، فمش هتعرف تلمع فيها قوي. انت ممكن تكون مش دكتور اسنان لكن عندك حاجات تانية بتعملها، منتجات تانية بتقدمها، خدمات تانية بتعملها. علشان كده بقول لك اكتب كلمه BCG في كومنت وهيوصلك كتاب فيه 50 صناعه هتلاقي فيها اكيد الصناعه بتاعتك موجوده، وايه هي ترتيب الخدمات والمفروض تبقى بتتطور وبتكبر في اي واحده منهم. يلا اكتب كلمه BCG.